قال صفتها تفعل ركعتين ركعتين. هذا الأصل في التراويح أنها تصلى ركعتين ركعتين. والتراويح يعني بعضهم يفرق بين القيام وبين التراويح، يقول قيام الليل شيء طيب والتراويح شيء آخر. وقيام الليل أو يجعل عفوا التراويح قيام الليل يفرق بينه وبين الوتر، يفرق بين قيام الليل والتراويح وبين الوتر. الوتر هو ما يختم به الصلاة، سواء كانت ركعة أو 3 أو 5 أو 7 أو 9 أو 11 ركعة يسمونها الوتر. ويسمون ما قبل الوتر يسمونه قيام ليل. فلو صلى 8 مثلا قالوا هذا قيام ليل، ثم يوتر ب3 هذا الوتر. الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في وتره كان ينوع صلوات ربي وسلامه عليه. قال تفعل ركعتين ركعتين، ينوي في أول كل ركعتين سنة التراويح أو قيام رمضان. طبعا النية محلها القلب، فينوي داخل قلبه أنه يصلي الآن هذه التراويح أو هذا القيام لله تبارك وتعالى، لعموم قول النبي صلى الله